السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقدم لكم معلومات عامة ومواقف للعبرة. كان هناك طالب جامعة يقول: كان لدينا بالجامعة دكتور يلبس ساعة بنات وكنا نضحك عليه، حتى اكتشفنا بأنها لابنته المتوفية في حادث لم يستطيع نزعها من يديه حبا لها وتعلقا بذكراها. هناك قلوب تتألم أن تتكلم. شاب وصلته أخبار عن فضيحة أحد الفتيات، وجاءه أصدقاء يستفسرون عن القصة، فقال لهم: إذا وصلتك فضيحة لأحدهم فاجعلها تقف عندك، فإن وقفت عندك أخذت أجر الستر، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. سئل شاب: لماذا تحرص على شرب الماء بالمسجد رغم أنه متوفر ببيتك؟ فقال لهم: لكي يؤجر من وضعه بالمسجد. نفوس راقية تحب الخير لغيرها كما تحبه لنفسها. طفلة صغيرة رفقت والديها في الشارع، شاهدت عربة بيع الآيس كريم فسجدت، فقال لها البائع: لماذا سجدت؟ فقالت له: إن أمي كانت كلما فرحت سجدت. أحسنوا تربية أبنائكم فإنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. شيخ كبير يذهب يوميا لدار العجزة لزيارة زوجته، ويجلس معها ويأخذ لها أكلا رغم وجود الأكل هناك، فقيل له: هل تعرفك؟ فقال: نعم، إنها زوجتي، ولكنها فقدت الذاكرة منذ 10 سنوات، فلم تعد تتذكرني أو تعرفني. فقيل له: ولماذا تتعب نفسك وتحدثها وتأتيها كل يوم من مكان بعيد وهي لا تعلم من أنت؟ فتبسم وقال: ولكنني أعلم أنها زوجتي ورفيقة دربي. عن أي حب وإخلاص وعشرة تتحدثون؟ قيل لأحدهم: كم تبلغ المسافة بين بيتك ومقر عملك؟ فقال: على السيارة تبلغ حوالي 500 تسبيحة وتحميدة وتهليلة، أما على قدمي فحوالي 1200 مثلهم. هكذا هم، لا يمر وقتا دون أن يذكروا الله. لا تسمع وترحل. كافئ جهدي بالصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا تنسى أن تضغط إعجاب وتكتب ليكن منت الرائع مثلك، وإلى اللقاء.